السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض روتين لتالت يوم في الرجيم. الحمد لله كده عدى يومين كده على خير. النهارده ان شاء الله اليوم التالت في الرجيم. ان شاء الله كده نبتدي مع بعض كده نشوف اليوم هيمشي ازاي، هنفطر ايه وهنتغدى ايه وكده. نبتدي كده بسم الله، نبتدي بالصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه عندي النهارده في الفطار قبل ما افطر هجيب كوبايه ميه دافيه وهعصر عليها نص ليمونه وهشربها. دي اول حاجه على غيار الريق. اهي يا بنات كوبايه الميه الدافيه هعصر عليها بقى نص ليمونه ده وهقلبها وهشربها. بعد كده بقى هجيب كوبايه لبن واحط عليها معلقه ونص سكر وهقلبها واشربها. دي كده كوبايه لبن وحطيت عليها معلقه ونص سكر من المعلقه الصغيره دي وهقلبها. وبعد كده ايه هشربها بقى واجيلكم. على فكرة اللبن النهاردة مش عليه شوفان، مش مكتوب لي شوفان النهاردة على اللبن، لبن سادة بس بسكر بس. بعد كده بقى الفطار النهاردة مكتوب لي جبنة ومكتوب لي بيضتين وسلطة بقى وخيار وحاجات من دي. انا بقى سلقة بيضتين اهم، دول انا سلقتهم وقشرتهم. دول بقى انا مش بحب اكلهم كده، انا بحب احمرهم، فاعملهم كده في معلقة زيت ذرة كده بسيط كده واوريهم لكم. انا كده حطيت الطاسة على النار، هستنى بس اما تنشف كده وبعدين انزل بالزيت. هي نشفت اهيت، هنزل بقى عليها بمعلقه زيت ذره، معلقه واحده. معلقه اهي. على فكره انا مسموح لي كل يوم الصبح معلقه زيت، معلقه واحده. بعد ما الزيت سخن بقى اهو هنزل بقى بالبيض. بسم الله. هسيبه كده يتحمر مع نفسه اهو يا حبايبي. بعد ما اتحمر هبتدي بقى هشيله بقى واجيب. اي حبايبي بعد ما حمرت البيض اهو عملت دي جبنه وعملت عليها خيار وقوطه وكده، وده خس وده جرجير، وده معايا ايه نص رغيف اللي انا واخده الظهر. هفطر ده الفطار بقى، هفطر بقى ان شاء الله واجيلكم كده حبايبي. كده بعد ما فطرنا اهو هنبتدي بقى ايه، هستنى شويه كده على الساعه 12 واخد السناك. بس قبل السناك هتنيني بقى ايه اشرب ميه ايه طول الفتره ديت، يعني هستنى لغايه نص ساعه كده لما تعدي بعد الفطار، وبعد كده هتنيني اشرب ميه طول الفتره دي. الميه هتبقى ان شاء الله تساعد في الحرق وكده. هستنى بقى لغايه الساعه 12 واجي ايه اوريكم السناك مع بعض. معايا بقى في السناك معايا جوافيه قطعتها اهو، ومعايا علبه زبادي. السناك ده بقى انا هاخده دلوقتي وهنبتدي بقى ايه نجهز في الغدا. هاخده بقى ونيجي ايه نعمل الغدا مع بعض. بعد كده ما خدت السناك هنبتدي بقى كده ان شاء الله نعمل الغدا مع بعض. النهارده عندي في الغدا عندي شاورما فراخ مع مكرونه، 7 معالق مكرونه ومعاهم ايه شاورما. هنبتدي كده نجهز المكونات مع بعض ونعملها مع بعض. دلوقتي بقى قبل ما اعمل الغدا انا كده فاضل لي بتاع يجي ساعه كده على الغدا. هبتدي بقى اعمل المشروب بتاعي اللي هو المرمريه مع روزماري واشربه، اللي انا عاملاه في الروتين اول يوم. انا عملته معاكم اول يوم، انا عاملاه اهو. هستنى بقى، انا عملته صبيته بالميه المغليه، هستنى بقى لما يبرد واشربه. عقبال لما استنى لما يبرد واشربه واستنى نص ساعه وكده اكون انا عملت الغدا. هنعمل بقى المكونات معايا ده صدور فراخ. دي الصدور وجبتها وعملتها شرايح كده. ده مثلا الصدر اللي هو منابل، انا مثلا هاخد مثلا النهارده وليكن الصدر، فانا جبته وقطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده. ودي معايا بصله ومعايا فلفل اخضر ومعايا علبه زبادي، معايا طماطميه واحده، ومعايا حبهان، ومعايا ليمون نص ليمونه معصوره، ومعايا بقى فلفل اسمر والسبع توابل وكمون. دي كل المكونات معايا اهي. هبتدي بقى ايه نجيب الفراخ كده، نجيب الصدور هشيل الحاجات دي كلها الاول. بعد كده هجيب الصدر الفرخه معايا اهو، هنزل عليه باول حاجه بالليمون. بسم الله. بعد كده هنزل عليه بعلبه الزبادي. بعد كده هنزل عليه بالتوابل بقى كلها. الحبهان ده انا هخليه في الاخر. هخلطهم بقى ببعض كده تاني اقلب فيهم. انا قلبتها اهو. هبتدي بقى احطها على رف التلاجة واسيبها كده يجي نص ساعه عقبال لما ايه اجهز المكرونه.
معايا بقى انا سلقت المكرونه اهو. ده نص كيلو مكرونه سلقته. ومعايا ده فص ثوم مبشور اهو. ومعايا دي 7 توابل بالملح الابيض بكله. هبتدي بقى احط حله على النار. ومعايا كمان الصلصه اللي انا هعمل بيها المكرونه. دي صلصه انا جايباها من الفريزر عقبال لما اعمل ان شاء الله هتفك وكده. هحط بقى الحله على النار واحط فيها شويه زيت. يلا معايا. انا حطيت الحله على النار اهو. هنزل عليها بمعلقه زيت ذره، معلقه واحده. معلقه يا دوبك، معلقه واحده. بعد كده هنزل بفص الثوم. هشوحه كده تشويحه بسيطه. وهنزل بالتوابل كلها. بعد كده بقى هنزل بالصلصه. حطيت شويه ميه، هغطي بقى عليها واسيبها تفك مع نفسها كده، وهغطي عليها كده واسيبها تفك مع نفسها. الصلصه اتسبكت بقى اهيت. هبتدي بقى انزل عليها بالمكرونه. هنزل بقى عليها بالمكرونه. اقلبها بقى. بعد ما قلبتها اهو هبتدي بقى هي كده خلاص استوت. هطفي عليها بقى واشيلها من على النار. بعد كده انا حطيت طاسه على النار بقى، احط فيها معلقه زيت عشان اعمل الشاورما. معلقه واحده. وهسيبها تسخن كده مع نفسها. بعد ما سخنت هنزل بقى عليها بالشاورما اللي انا عملتها. هقلب فيها بس تقلبتين كده، وبعد كده اسيبها تنزل كل الميه اللي فيها. سيبها مع نفسها كده شويه، وبعد كده انزل بالبصل والفلفل والطماطم. على فكره انت ممكن تضيفي توم لو انت حابه تحطي مثلا توم على الزيت الاول، وبعد كده تحطي الشاورما براحتك. ممكن تضيفي برضو فيها نفسها بابريكا او كده، بس انا ما حبيتش احط بابريكا لان بيخليها لونها احمر، وانا مش بحبها كده. هبتدي بقى انزل البصل، انزل بالبصل. بعد كده هنزل بالفلفل. بعد كده بقى هنزل عليها بالطماطم. هغطي عليها بقى وهدي على النار واسيبها تستوي مع نفسها، وكل الحاجات دي الميه اللي فيها تنزل وكده تستوي مع نفسها ان شاء الله. وبعد كده اوريها. الغدا اهو يا بنات بعد ما جاهز. دي المكرونه اهي، ودي الشاورما انا عملتها اهي. وده بقى جرجير، وده خس وكده وطماطم وخيار. ما تكتريش قوي في السلطه لو انت انا بحب اكل حاجات كده مش من غير سلطه. يعني لو انا عايزه مثلا اعمل سلطه هعمل، بس انا مش حابه اعمل سلطه. انا بحب اكل حاجه كده صحيه كده زي ما انتم شايفين كده. ولو انت بقى عملتي سلطه حاولي تخليها طماطميه واحده او طماطميتين بالكتير قوي، عشان هي مليانه املاح في الخيار والخس وكل الحاجات دي. كتري زي ما انت عايزه. والجرجير على فكره فوائده كبيره جدا، والخس والحاجات دي الخضره كتري منها على قد ما تقدري. الغدا بقى جاهز اهو. تعالوا اتفضلوا معانا. هتغدى بقى ان شاء الله واجيلكوا بعد الغدا. هيا حبايبي، بعد ما اتغديت بقى ليا سناك ان شاء الله كمان ساعتين كده. ان شاء الله هجيبه واعمله مع بعض. انا كده خلصت غدا. ه... السناك بقى معايا هجيبه دلوقتي كمان ساعتين ان شاء الله. هيا حبايبي، دلوقتي بقت الساعه 6 اهي. انا متغديه الساعه 4، دلوقتي الساعه 6. هاخد بقى السناك بتاعي. معايا السناك النهارده، معايا جوافيه وبرتقانيه. هقشرهم دول واكلهم، واستنى بقى على الساعه 8 ان شاء الله ميعاد العشاء. ماشي. هيا يا حبايبي، دلوقتي انا جهزت العشاء اهو بقى. انا ليا النهارده في العشاء ليا جبنه وخيار او اي حاجه، بس ماليش طماطم بالليل. وليا كوبايه لبن وربع رغيف. ده العشاء بتاع النهارده بقى كده. وكوبايه اللبن ما فيهاش سكر، لان انا خدت المعلقه ونص بتوعي الصبح في الفطار، فانا كده ماليش سكر دلوقتي كده. الحمد لله احنا خلصنا تالت يوم مع بعض. الحمد لله الروتين بتاع تالت يوم. يا رب ان شاء الله يجيب نتيجة، يا رب ان شاء الله. عقبال بقى اليوم الرابع ان شاء الله يعدي على خير هو كمان. حاولي بقى لو انت تعشي برضو بدري. انا بتعشى الساعة 8، كبيري 8 ونص. يعني دلوقتي الساعة 8 و10، كبيري 8 ونص. فانت حاولي بس العشاء يكون بدري زي ما قلتلك، ان بيجيب نتيجة احسن يعني ان شاء الله. كده انا خلصت اليوم النهارده، روتين النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون اليوم عجبكم ان شاء الله، وكون استفدتي منه ان شاء الله. ان كنت اول مره تتفرجي عليا يا ريت ما تنسينيش في الاشتراك وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.